يكون معنا ضيفا في هذه الفقرة الأستاذ عماد إسماعيل، كبير معلمين بمديرية تعليم البليانة بسوهاج ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس العربي الأفريقي. أهلا وسهلا يا أستاذ عماد، أهلا وسهلا بك يا فندم. وعن هذا الكيان. المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية هو يعني مستشار خاص لدى هيئة الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي، ويعمل في مجال التنمية على مستوى 50 دولة. بيرأس المجلس ومؤسسه السفير عماد طارق الجنابي. السفير عماد طارق الجنابي عراقي الجنسية. المقر الرئيسي للمجلس في مصر، نعم. القاهرة، وليه أفرط يعني، وعلى إن شاء الله عما قريب هيكون في فرع في أسوان. والمجلس تنموي. إيه الدور اللي بيقوم بيه بالظبط؟ والله هو احنا الأدوار التنموية واسعة، وهو حاليا في أكثر من نشاط بيشتغلوه، ولكن العقبة اللي موجودة حاليا اللي هي إنه احنا بنشتغل على مستوى الدول العربية والدول الأفريقية. نعم. والدول العربية والأفريقية حاليا الصراعات السياسية والمشاكل والأزمات الاقتصادية وإلى آخره مصعب طبعا يعني انكم تقوموا بالدور بتاعكم بالضبط. ولكن احنا كنا يعني قبل حرب السودان كان لنا فيها مشروع تنموي ضخم جدا. كان لنا في تشاد مشروع تنموي، واحنا كنا يعني وضعنا النواة اللي هي انه كان فيه مشروع تشادي مصري، انه مطلوب انه احنا ناخذ رؤوس ماشيه بكم كبير من تشاد مقابل أدوية. مقابل أدوية. نعم. هم الناس يعني محتاجين الأدوية. نعم. ولكن برضو كانت فيها عقبات ولا زالت تحت الدراسة برضك في مجلس الوزراء وفي يعني المشروعات اللي بيقصدها هي مشروعات أكثر مشروع في أكثر من مجال. نعم. المجلس بيضم عدد كبير على فكرة من الأمراء والشيوخ والملوك. نعم. وعدد كبير من أساتذة الجامعات في مجالات مختلفة. يعني مجاله تنموي. تنموي. هو بيعمل دراسة وبحث من خلال فيها. على فكرة هذا الأمر هام جدا 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 لسببين. احنا النهاردة بنعاني من شائعات وأخبار مزيفة، ولما بتنتشر على وسائل التواصل وفي السوشيال ميديا، وأخبار تنتشر سريعا ملهاش لا مصدر. أنا بشوف الخبر أو أشوف الموضوع بسرعة، الله اكبر، اروح مشير واروح ناشر واقول واحكي في المنتديات واحكي على القهاوي ونتكلم فيها. نعم. وانا ما دورتش على المصدر مين. صحيح. كويس. ده نتيجه عدم وعي. الحاجه الثانيه وغير بعيدا عن الشائعات، قلب الحقائق. النهارده نحن الدوله بتعمل عمل رائع وانجاز عملاق، وتفاجئ يعني تقول لك سلبيات معينه ويقولوا دي هتعمل كذا. يعني على سبيل المثال احنا كان من فتره عندنا في المجلس مشكله بحيره ناصر التماسيح. انه في تقرير كتبه استاذ في كليه زراعه للاسف، بانه التماسيح التهمت كل الاسماك اللي في بحيره ناصر وان البحيره بامكاننا احنا نستغل التماسيح. خلاصه الكلام انه القصه لا، يعني ما فيش دوله. لما انا جيت بنفسي وتحققت من هذا الامر والتقيت بحد في الهيئه ما فيش الكلام ده خالص. لا عدد التماسيح المبالغ فيه ده موجود. صحيح. وانه ده حق لتوازن عمليه التوازن. وبالفعل احنا قبل كده برضو ناقشنا الموضوع ده في البرنامج، وجبنا متخصصين والمسؤولين عن ده وقالوا انه وجودها لا يهدد الثروه السمكيه. بالظبط. ده بيعمل توازن. فبالتالي يعني حتى ده جزء من التوازن